الكلام اللي انت تسمعه دلوقتي ده عايزك تطبقه على كل حاجة في حياتك، عايزك تطبقه على اي حاجة نفسك تعملها. لو انت نفسك توصل لمكان، عندك هدف معين عايز تروح له، عايز تحققه، حتى لو الهدف ده ان انت تنجح السنة دي في الجامعة، في حاجات كده علشان ربنا يسهل لك الطريق انك توصل. ركز بقى، انت ممكن ما تبقاش عارف انت تبدأ ازاي، ولا تبدأ منين، ولا عارف الطريق، ولا عارف خطواته، ولا عارف اي حاجة. ده عادي، محدش بيتولد عالم، بس انت عارف انت عايز تروح لفين. طب انا اعمل ايه عشان اوصل للمكان ده، او على الاقل علشان اعرف الطريق بتاع المكان اللي انا عايز اروح. ما توقفش سعي. طب هتقولي انا هسعى ازاي؟ هقولك بقى، روح الاماكن او الكوميونيتيز او المجمعات اللي بيكون فيها نفس الناس اللي انت عايز توصل لمكان شبههم، او نفس الناس اللي بياخدوا المشوار والطريق ده. وانت هناك تعامل دايما 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 بفضول الطفل. فضول الطفل في الاسئله، اسال كل يعني حدد كده الاسئله الصغيره، البيبي ستيبس خالص، اسالها لاي حد موجود في الكوميونتي دي. هتعرف من كل واحد لحد ما هتقابل، وانت بتسأل الناس كده، هتقابل واحد اوير بشوية من الطريق. انت كده من سعيك واسئلتك انك اتحركت واشتغلت ورحت وجيت، سعيك هيجيب لك الواحد ده لحد عندك. اي مجال في الدنيا له اسراره وله المعلمين بتاعته. طيب هل المعلمين دول كل الناس عارفة طريقهم؟ لا، ما هو كان الناس كلها بقت معلمين بالذكاوة كده يعني. طيب انت المفروض تعمل ايه؟ انت خلاص عرفت النو هاو او عرفت الطريق اللي انت المفروض تمشيه. دور جوه الطريق ده واسال. خلي دايما عندك يعني اسال واي، اللي هي ليه 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 ليه. افهم انت بتعمل ايه او عايز تعمل ايه، وخلي عندك فضول الطفل، وخلي عندك تواضع اللي مش عارف اي حاجه في الدنيا، اللي لسه مولود امبارح. التواضع ده هيخلي الناس دايما اللي قدامك حابه تفيدك، عايزه تفيدك، حابين يثبتوا نفسهم ان هم اجمد ناس في الدنيا. في نوع كده. في نوع تاني حابب يفيدك عشان نفسه انه يشوفك حاجه. النوعين انت المستفيد في الاخر، هدفك ان انت تستفيد، هتستفيد. لازم يكون عندك شغف وحب التعلم للشخص اللي حابب يتعلم ويعرف، لانك هتقعد تذاكر الخطوات والطريق ده تمشي ازاي، والارقام بتاعته والتفاصيل بتاعته وكل حاجه من دي. ليه بقول لك كده؟ حتى علشان الموضوع يبقى ميجرابل، تقدر تقيس انت كنت فين ورايح لفين. في حاجه بقى تركز فيها، انك ما تسمعش النصيحه كده وتمشي، او ما تسمعش الكلمه من اي حد يقول لك حاجه وتعديها كده. دور على السورس والروت، الجذر بتاع الكلمه دي جايه نابعه منين، والكلام ده جاي منين. لان انت هتقابل ناس كتير في الطريق ده عندها ايجو وشايفه نفسها انها تنانين مجنحه، وده عادي جدا، ده عادي وتقبله جدا. وهتقابل ناس هي جامده جدا بس عندها التواضع اللي هو احنا لسه ما عملناش حاجه. الاتنين حلوين والاتنين كويسين، عشان على الاقل يقيسوا انت بتتعامل مع الناس ازاي وانت بتشوف الدنيا ازاي. خليك حيادي، ما تجدجش على حد. الوحش ما تاخدش منه الحاجه الوحشه، والحلو وحاول تستقطب الطاقه الايجابيه دي منه. اوعى تسمع كلام حد هو اساله اهل الذكر. فاهم؟ عارف انت اللي هو ايه؟ انا عايز اتعلم صيني، فمش هروح اسال الشيف الشربيني، اكيد هروح اتعلم منه الطبخ الصيني، اروح المركز الصيني. فلما تسال حد عن حاجه، حاول المعلومه اللي بيقولها لك دي تعرف هل هو اهل ذكر ليها ولا لا، هل هو مشي المشوار ده ولا لا. على فكره اللي مشي المشوار وفشل في خطوات كتير بالنسبه لي هو وهقول لك ليه. ممكن يبقى المعلومات اللي عنده اهم من اللي مشي المشوار ونجح. النجاح ده ممكن يكون صدفه، ممكن يكون صدفه وتنجح وتضرب معاك عادي، بس اللي مشي وفشل كتير هو اتعلم. عشان انت تستفيد من الاتنين لازم انت كمان تتعلم من خطأ ده وتتعلم من النجاح ده، وتحاول تحط الطريقه لنفسك ازاي تطور الاتنين دول وما تغلطش الغلطات دي وتبقى انجح. ربنا يوفقكم. ده كونكلوجن كده عشان خاطر حاجات مهمه جايه لك في حياتك.